بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم محمد أحمد خميس، شريك في مؤسسة تورنكي. هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهي هل يحق لصاحب الشغل إن هو يفصل أي عامل عنده، ولا لازم يكون في أسباب معينة عشان يفصله؟ أكيد طبعا لازم يكون في أسباب معينة لازم تحصل علشان يحق لصاحب الشغل اللي هو يفصل العامل بتاعه. ايه هي الاسباب دي؟ في حوالي 9 اسباب مهمين جدا لازم يحصل على سبب واحد فيهم علشان يحل صاحب الشغل اللي هو يطرد العامل بتاعه. اول حاجه هنتكلم فيها، لو ثبت ان العامل اللي هو شغال اللي هو انتحل صفه تانية او شخصيه تانية مش شخصيته. بمعنى لو كان اسمه مثلا محمد حسن واسمه مثلا احمد حسين، في الحاله دي يحل صاحب الشغل اللي هو يفصل العامل. تاني حاجة إن هو يكون عمل خطأ كبير جدا أدى الخطأ ده إن يحصل خسائر كبيرة قوي لصاحب الشركة، ساعتها يحق ليه برضه إن هو يفصل. تالت حاجة إن هو يكون عمل تكرار أخطاء معينة في الشغل، الأخطاء دي بتؤدي إلى اللي هو يسبب مشكلة أو خطر للموظفين الشغالين معاه، ساعتها برضه يحق صاحب الشغل اللي هو يفصله. رابع حاجة إن هو يغيب عن الشغل بأسباب غير مقنعة، يعني يغيب لأي أسباب، هو أنا غبت وخلاص. يسألوه إيه السبب؟ مفيش أسباب معينة ولا في سبب ماضي أو سبب عارض علشان يثبت. خامس حاجة إن هو يعدي أيام الغياب بتاعته المسموح ليها، زي ما قلنا قبل كده موضوع الغياب حسب الشغل اللي هو شغال، حسب المدة اللي هو اشتغل فيها. ستة إن هو يكشف أسرار صاحب الشغل للمنافسين بتوعه، ستة هيحق برضه صاحب الشغل إن هو يفصل العمل بتاعه. سابع حاجة إن هو يفتح مجال شغل منافس لمجال الشغل لصاحب العمل. يعني مثلا زي لو هو شغال في مجال مثلا الدعاية، يقوم هو فاتح شركة لمجال الدعاية وينافس صاحب العمل، ساعتها لو صاحب العمل عرف الكلام ده يبقى من حقه يفصل العامل بتاعه. تامن حاجة لو اتثبت إن العامل بيتعاطى مخدرات أو خمور، ساعتها برضه يحق لصاحب العمل اللي هو يفصل العامل بتاعه. آخر حاجة اللي هو تاسع حاجة إن هو لو اعتدى بالضرب على صاحب العمل أو لأحد المؤسسين أو المديرين بتوعه، يحق برضه الحالة دي إن هو صاحب العمل اللي هو يفصل العامل بتاعه. شكرا جدا.